حاجة. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل عام وانتم بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لايكاتكم الحلوة، كومنتاتكم، ويا رب ما تحرمش من كلامكم الجميل. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو بقى، ده الفيديو المنتظر بتاع البرتقال البودر. اهو اهو اهو، ده نشف في التلاجة زي ما كنت قايله لكم. عشان اللي لسه داخلين معانا جديد، احنا جبنا البرتقال. هقول لكم برضو انا عملت ايه للي ما سمعش الفيديو او اللي لسه داخل جديد معانا. جبنا البرتقال وعملناه بالمبشره بالجهه اللي هي بتاعه الثوم، بس ما يعني خدنا القشر الاصفر بس، وحمصناه في التلاجة على الدرج في التلاجة. وفي حاجه حطينا منه شويه سكر ده عشان العصير البرتقال. لما نيجي نعمل عصير البرتقال نحط معلقه صغيره منه، بيدي ريحه وطعم حلو. ده من غير سكر. لما تيجي مثلا محتاجه اي حاجه فيها ريحه برتقال غير العصير هنعمله، زي كيكه زي اي حاجه محتاجين ريحه البرتقال. احنا هنطحنه مع بعض دلوقتي اهو. وكمان كان عندي شويه عيش في الفريزر، طلعتهم مش محتاجاهم للاكل يعني، نشفتهم وحمصتهم، وهعملهم معاكم برضو بقسماط. هنحتاجه كتير في رمضان ان شاء الله. كل عام وانتم طيبين حبايب قلبي. هنبدأ بقى ان شاء الله. دي الكبة بتاعتنا اهي. هنطحن برضو طبعا العيش الاول عشان ريحة البرتقال ما تجيش في البقسماط. هنطحن العيش الاول اهو. بسم الله. طبعا معلش انا اسفه على الصوت، انا بس لازم اعرفكم يعني واسمعكم. انا اسفه على الصوت يعني. بسم الله. هنكمل بقى بقيته كله اهوت مع بعضه. طبعا انا عامله كميه، موجود عندي كميه كبيره يعني عاملاها برضو، بس انا قلت يعني اوريكم برضو شويه دول علشان مش هعمل الكميه كلها يعني عشان طول الفيديو كده يعني، عشان ما تزهقوش مني بس. معلش انا مش راضيه اقفل معاكم الصوت علشان تشوفوا ان انا بعمله ازاي في الكبه اهوت اهو. انا عندي كميه تانية برضو مجهزاها، وبرضو هجيبها دلوقتي نملحه سوا ونجهزه سوا ان شاء الله. اما بالنسبه للبرتقال اهوت، طبعا هو مش مشكله البرتقال مكان العيش، مفيش حاجه اهوت مكانها يعني، نضيفه وحلوه اهي. هنحط البرتقال ده من غير سكر، هنحطه بقى الاول هنطحنه وهنشوفه مع بعض. هنشوفه كده مع بعضنا اهوت. ما شاء الله اهوت، ده اللي من غير سكر اهو. ريحته بقى ما شاء الله ما اقولكوش يعني، يا ريت تكونوا معايا وتشموا ريحته اهو. ده اللي فيه سكر، ده هنطحن، ده اللي فيه سكر اللي هيتحط مع العصير اهو.
تنسوناش بقى في اللايكات بتاعتكم والاعجابات، ويا رب ان عجبكم الفيديو تعرفونا برضو في التعليقات بتاعتكم ايه رايكم في الفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب تكونوا بتستفادوا مني من حاجه، ويكون انا خفيفه كده على قلبكم. اهو اهو لاختي وحبيبتي اللي قالت لي عليه، هي عارفه نفسها هي مين، ويا رب يعجبها ويعجبها الطريقه. اهو اهو ده بتاع اللي هو اللي من غير سكر، وده اللي بسكر. اللي هو الغامق شويه ده من غير سكر، الفاتح شويه ده بسكر. نعمل منه العصير ونعمل منه اي حاجه، ويا رب ما اكونش تقيل على قلبكم. بقيه البقسماط اهوت، علشان انا طبعا مش كنت هعمل الكميه كلها عشان برضو الفيديو ما يطولش مني. اهوت دي كميه البقسماط اللي انا عاملاها اهيت. هنحط لها برضو ملحها وحاجتها، لازم طبعا نملحها. ده شويه كركم، شويه كركم اهوت. اللهم صل على حضره النبي. شويه ملح اهوت، ملح بقى حسب رغبتك انتي، لان انا يعني ايه ما بكترش، عايزه بقى ايه عشان لما نيجي نعمل برضو هنحط ملح تاني يعني. اللهم صل على حضره النبي. فلفل اسود. اللهم صل على حضره النبي. كمون، هنحط برضو شويه كمون اهوت، كمون. شويه بابريكا. انا بقى لما باجي اعمل بيه حاجه بحط بقى توم البودر والبصل البودر، وانا رايحه قبل ما اجي اعمل الكفته بقى او البانيه او الحاجه اللي انا هعملها. اهو اهو. ايه رايكم بقى؟ يعني بنعمل حاجه من غير اي شيء، ما بتكلفناش اي حاجه، حاجات يعني سبحان الله ما كناش عارفين قيمتها، فبنعمل ما بتكلفناش. اهي عملنا كيلو البقسماط، شوف بيجي من بره بكام. عملنا بقسماط في البيت اهوت، عملنا بودرة برتقال نظيفة حلوة، لا فيها مادة حافظة ولا فيها اي حاجة خالص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكونش انا تقيلة على قلبكم، تكونوا بتستفادوا مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رب دعواتكم الحلوة لأمي والأبويا وولاد أخويا وجميع أمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، والدعاء للشفاء بكل مريض. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، تبع سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.